أجل الجاهزية التامة لبطولة إفريقيا للمحليين التي تحتضنها الجزائر، وهي مناسبة لا يريد الخضر تضييعها للتتويج باللقب الأول في تاريخ المنتخب. المدرب مجيد بوغرة الذي وقف عند جاهزية لاعبيه خلال المباراة الودية الأخيرة أمام غانا يدرك جيدا أن مواجهة ليبيا تكتسي طابعا خاصا لدى الخضر، خصوصا في حال الانتصار. بطبيعة الحال أن تبدأ البطولة بفوز فهذا مهم، وهذا ما تسعى إليه جميع المنتخبات الباحثة عن أول فوز لها في المباراة الأولى، ولهذا لابد أن نحترم المنافس واللاعبون جاهزون، فكل مباراة بالنسبة لنا هي بمثابة نهائي. بالرغم من التغييرات العديدة التي كانت تطرأ على تشكيلة المنتخب المحلي في كل مرة، إلا أن المدرب مجيد بوغرة حاول خلق توليفة متجانسة قادرة للذهاب بعيدا في البطولة، وهو ما ينعكس على الأجواء داخل المعسكر التحضيري للمنتخب بالمركز التقني بسيدي موسى. الحمد لله دربنا مليح، عندنا كل اللوازم التحضيرية في سيدي موسى، سواء الملعب ولا الأكل ولا الفندق ولا وسائل الاسترجاع. الحمد لله أجواء مميزة، وخاصة أن الشان هذه تلعب في بلادنا، فخورين فرحانين. المنتخب الجزائري المرشح في هذه البطولة يواجه نظيره الليبي الذي يمر بفترة صعبة، إلى أن المعطيات ستكون مختلفة في مباراة الافتتاح. بعد المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب الجزائري أمام نظيره الغني، والتي سمحت للمدرب مجيد بوغرة إلى وضع اللمسات الأخيرة عن التشكيلة المعنية بمباراة الافتتاح التي ستجمعه أمام المنتخب الليبي. حسين بوصالح، بي إن سبورتس، الجزائر. من جانبه يستعد المنتخب الليبي لدخول غمار المنافسة وملاقاة المنتخب الجزائري المضيف في المباراة الافتتاحية. فرسان المتوسط بقيادة الفرنسي كورنتان مارتنز يطمحون إلى تحقيق بداية جيدة، رغم أن المواجهة لن تكون سهلة أمام المنتخب الجزائري صاحب الأرض والجمهور. ويسعى المنتخب الليبي إلى التتويج باللقب للمرة الثانية وتكرار الإنجاز الذي تحقق عام 2014 بجنوب إفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن ليبيا توجد في المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائرية، إلى جانب كل من الجزائر وإثيوبيا وموزمبيق. نعلم أنه أمامنا مباراة أولى هامة ضد المنتخب الجزائري، لن تكون سهلة ضد فريق متحمس أمام جماهيره في يوم الافتتاح. نستعد من جهتنا ونبذل قصارى الجهود لتحقيق نتائج إيجابية. أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعذر سفر بعثة منتخب المحليين إلى مدينة قسنطينة الجزائرية للمشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. هذا وذكر الاتحاد المغربي أن منتخب المحليين حامل اللقب في الدورتين السابقتين كان يستعد للتوجه إلى قسنطينة في 10 من يناير للمشاركة في البطولة التي تنطلق يوم الجمعة، لكنه لم يتوصل بترخيص النهائي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم للسفر الى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية. رسميا تم تدشين ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائر، والذي سيحتضن المباراتين الافتتاحية والنهائية في بطولة إفريقيا للمحليين، حيث كان الملعب محل ثناء وإشادة واسعة بين الحاضرين. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا حسين بوصالح. من رمزية شخصية نيلسون مانديلا استلهم هذا الملعب اسمه الذي دشن من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحضور شخصيات رياضيات يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو. الملعب الجديد والذي صمم بمعايير دولية سيحتضن مباراة افتتاح بطولة إفريقيا للمحليين 2022 والتي ستجمع الجزائر وليبيا، وسيتمكن أكثر من 40,000 مناصر من حضور هذه المباراة. ملعب نيلسون مانديلا مكسب حقيقي للجزائر، ما يمكنها لاحقا من احتضان مباريات وبطولات كبرى، وهي الإشادة التي نقلتها وسائل الإعلام الحاضرة.
نحن فخورون بهذه التحفة وبهذا الملعب. طبعا الجزائر منذ سنوات وسنوات لم تشاهد ملعب مثل هذا، لم تقوم بتشييد ملعب مثل هذا. نحن سعداء جدا. طبعا لأول مرة ربما الشعور بهذا الشعور في ملعب مغاير لملاعب الجزائر. هناك ملعب 5 جويلية، هناك عدة ملاعب، لكن ملعب نيلسون مانديلا ببراقي ملعب مميز جدا، مرافق جيدة، كما تابعنا قاعة المحاضرات والعديد من النقاط بكل مجهزة بكل الأمور. طبعا في انتظار مباراة الافتتاح غدا أمام المنتخب الليبي. بسم الله ما شاء الله على الجزائر، أنها لديها مثل هذا الملعب التحفة الرائع اللي نشرفوا أنه سيحتضن شان 2022. الجزائر خطت خطوة كبيرة في العديد من الملاعب، شفنا ملعب وهران وأيضا ملعب عنابة، ملعب حبلاوي، وهذا الملعب الذي نتمنى إن شاء الله أن يكون في الخير على كرة القدم الجزائرية سواء على الأندية. جوهرة ملعب نيلسون مانديلا جمعت بين التصميم ودقة الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط أهم المرافق الهامة بالعاصمة على غرار مطار هواري بومدين، وستكون بطولة إفريقيا للمحليين اكتشافا حقيقيا لهذا الصرح الرياضي. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن